السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض الكعك بتاع زمان بأسراره، واللي ما كانش فيه اي اضافات واي تعقيدات ملهاش اي لازمة. الكعك البسيط اللي كان بيطلع طعمه احلى كعك، وكمان بيكون احلى من المحلات اللي احنا بنجيبه الايام دي. وازاي؟ هقولك كمان التسوية تطلع مظبوطة بالشكل ده من تحت ومن فوق. شايفين متوزعة ازاي؟ جميل جدا. وكمان هقولك ازاي يطلع دايب معاكي زي ما انت شايفة كده، والحكاية بتقطم معاكي، يعني كمان متماسكة وفي نفس الوقت بتدوب في البق. وكمان لو حابة تهدي بيه حد تعمليه في علبة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وأول حاجة هنبدأ بيها النهاردة هي العجمية. هجيب ووك وهحط فيه معلقتين سمنة، هسيبهم يسيحوا، وهحط عليهم معلقتين دقيق منخولين. قلب على نار هادية كويس جدا لغاية ما الدقيق ياخد تحميصة وياخد اللون البيج اللي احنا شايفينه ده. معايا نص كوباية من المكسرات المجروشة، هحطها عليها بس تكون مش متحمصة عشان تاخد تحميصة زي ما انت شايفة كده مع الدقيق والسمنة. هتلاقيها دلوقتي لونها اختلف واخدت اللون الذهبي، بس ما تزوديش قوي في تحميصها علشان ما تمررش معاكي. هقلب بقى زي ما انتوا شايفين كده لغاية ما تاخد اللون، وهنزل كمان شايفين اللون بقى عامل ازاي. هحط لها بقى معلقتين سمسم علشان السمسم ده متحمص. حطيته على طول قبل ما احط العسل على طول، ما خليتوش ياخد تحميصه مع المكسرات. تقدري لو عندك سمسم ابيض تقدري تحطيه بدل ده عشان ياخد تحميصه مع باقي المكونات. ونزلت بكوبايه الا ربع من العسل الابيض اللي هو العسل النحل، سبته ياخد غلوتين. يعني من اول ما احط العسل هما دقيقتين بس يغلو ونزليه على طول، لانك لو سبتيه ازيد من دقيقتين بيجمد معاكي. يعني بتلاقيه سائل كده معاكي، وبعد ما بتحطيه وبيبرد بيجمد معاكي جدا، وبيبقى ناشف في الكحكاية، بيبقى مش حلو خالص، بيبقى جامد جدا. فزي ما بقولك امشي على التعليمات دي بالظبط علشان كل حاجة تطلع معاكي مظبوطة. حطيته بقى تحطيه في طبق بالشكل ده وسيبيه يبرد، او حطيه في اي حاجه يعني واسعه بحيث ان هو يبقى مفرود ويبرد. يعني ما تمسكيهاش خالص وهي سخنه. ولما بردت هجيب بقى طبق وهحط عليه بلاستيك، وهعمل كور صغيره زي ما انت شايفه كده على حسب بقى انت عايزاها قد ايه. بس يستحسن انها تكون صغيره عشان ما تطلعش الحشوه من الكحكايه. والعجمية لازم تسيبيها تبرد قوي، وخلي بالك هي بتكون طرية معاكي قوي، يعني بتبقى طرية عن ما انت شايفاها كده. كمان هي ممكن تكون انا جمدت معايا شوية بسيطة، لكن هي بتكون طرية عن كده وبتكون بتلزق في الايد. بس اهم حاجة سيبيها تبرد قوي. معايا هنا بقى الدقيق اللي هو خاص بالكحك والبسكوت. يكون يستحسن ان انت تجيبيه بيكون اللي هو الخاص بالكحك والبسكوت. هحط بقى هنخله كله، وهحط على الدقيق نص معلقة صغيرة من الملح، وربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من ريحة الكعك، وهقلبهم في بعض. هجيب بقى مصفى صغيرة وهبدأ كده اخد الدقيق وهنخل كده فيه علشان يطلع الكحكاية معايا هشة مش مكتومة. وكيلو الدقيق هنا بتكون مقاديره ثابتة، يعني لكيلو الدقيق بياخد 550 جرام من السمنة. تقدري بقى تعمليها مختلطة، يعني أنا هنا هعملها بقري على جاموسي. وزمان كانوا بيعملوا الكحك بالطريقة دي، يعني بيعملوا سمنة مختلطة، وكانوا ممكن كمان يجيبوا السمنة اللي بتتباع بره في السوبر ماركت على سمنة بلدي وبيخلطوهم مع بعض وبيسيحوهم، بس بيقدحوهم ويحطوهم على الدقيق، وكانوا بيخلطوهم مع بعض، وكان الكحك بيطلع جميل وطعمه بجد كان جميل جدا. كان له طعم مميز كده وطعم بريحة أيام زمان. إن شاء الله هنرجع بقى ريحة أيام زمان دي النهاردة، وهنعمل لكم الكحك بالطريقة دي. المهم بصوا انا بقى بظبط كده بخليهم 550 جرام بالظبط. يعني انا حطيت بدأت بالسمنة البقري، مش شرط بقى يكون ده مقداره ايه وده مقداره ايه، يعني حطي لخبطيهم على بعض، والمهم الاتنين يكونوا مع بعض 550 جرام. كان هنا البقري تقريبا 370 او 50 جرام، يعني اتنين على بعض يكونوا 550. وهحط بقى من السمنة الجاموسي لغاية ما يوصلوا 550. بصوا كده بالظبط كده 558. هاخد منهم هخليهم 550 بالظبط
علشان ده مهم جدا، دي مقادير مظبوطة. والميزان ده انا كنت جايباه زمان ب65 جنيه، كان تقريبا من سنتين كده، معرفش الوقت سعره كام بس رخيص. بما انك مكلفة وجايبة كل الحاجات دي، تقدري تجيبي الميزان ده وتخليه عندك، هينفعك في حاجات كتير جدا. مهم قوي الميزان ده يكون عندك في البيت، وهتلاقيه في عند اللي هما بيبيعوا الادوات المنزلية. هينفعك في كل الحاجات اللي انت هتعمليها، في البسكوت وفي الكحك وفي كل المكونات اللي انت هتعمليها، وهينفعك كمان كتير بعد كده. هحط بقى عليهم ايه هنا، هحضر 200 ملي من السوائل، هيكون 3/4 مية دافية، وهكمل ربع من اللبن من الحليب يعني. المهم الاتنين على بعض يكونوا 200 ملي. هاخد بقى السمنة احطها على النار، هسيبها تسخن. الفرق بين دلوقتي وبين زمان، كانوا بيقدحوا السمنة كويس جدا، وكانوا بيحطوها على العجين لدرجة العجين كان الدقيق اقصد، لدرجة ان الدقيق كان بيعمل فوران من كتر السمنة ما هي سخنة ومقدوحة كويس جدا. انا بقى النهاردة هعمل بين الاتنين، مش هعملها على البارد ولا هعمل السمنة مقدوحة. انا هسخنها اخليها سخنة بس فقط، وبعد كده هحطها على الدقيق. وكانوا زمان بيقدحوها علشان كانت بتقعد فترات طويلة، لأن هم كانوا بيعملوا كميات كبيرة جدا. يعني كانت بتتقدح علشان الكحك بيبقى بيقعد فترات طويلة جدا، فعلشان يستحمل الفترة اللي بيقعدها الكحك فلازم السمنة تكون مقدوحة علشان الكميات الكبيرة اللي كانوا بيعملوها. لكن حاليا احنا هنعمل كيلو، مش هنقدحها اولا علشان بتكون متعبة جدا للمعدة. تاني حاجة انا مش عاملة كمية كبيرة، هو كيلو بس اللي انا عاملاه، يعني مش هيقعد معايا فترة طويلة. بعد كده بقى، بعد ما حطيت معلقتين سمسم من الابيض، لو عندك من السمسم التاني اللي هو الذهبي مفيش مشكله، حطيه ده او ده ينفع. بعد السمنه ما سخنت معايا هنزل بيها على الدقيق. هقلب الاول بقى بالمعلقه او الاسباتولا، هقلبها كده دلوقتي، ولما تبدأ بقى تتمسك شوية هبدأ بقى أبس بإيدي. بصي بقى، يعني أهم حاجة في الكحك عشان ينجح معاكي، ده من أسراره إن هو تقعدي تبسي كتير جدا، يعني تفضلي تبسي كده تقريبا حوالي ربع ساعة متواصل أو تلت ساعة متواصل، ما توقفيش إيدك أبدا. يعني ممكن تريحي وترجعي تاني، بس المهم فترة البس هي تكون ربع ساعة متواصل. هبدأ اخد الدقيق كده من الجوانب، بصي تبسي بالطريقة دي اللي انت شايفاها، تدعكي كده بايدك بين الاتنين، بين كفوف ايديك الاتنين كده تدعكي، بحيث ان السمنة تتغلغل جوه الدقيق، ما يبقاش فيها بقى قطع دقيق خالص. وده بيكون سبب البس في العجينة، علشان ما يبقاش فيها دقيق بين العجين يعني. فالبس ده بيخلي السمنة تتغلغل في الدقيق، تبقى كل الدقيق فيه سمنة لغاية العجينة ما تبقى معاكي طرية وناعمة. بصي بقى، في حاجات هتقابلك ممكن تقلقي ان العجينة تكون باظت معاكي، بالعكس ده دليل على انك ماشية كويس وان العجينة ناجحة. يعني هتبدأ العجينة دلوقتي تطرى معاكي وتحس ان هي طرية جدا وانتي مش عارفة تمسكيها، فكملي بس تاني هتلاقيها بتتماسك، وما تقلقيش من النقطة دي خالص. وبعد ما لقيت العجينة كده خلاص نعمت معايا، وزي ما قلت لكم هتلاقوها طرية. عندي بقى هنا الخميرة، أنا حطيت طبعا كوباية الحليب مع المية مع معلقتين سكر ومعلقة خميرة كبيرة. معلقة الخميرة الكبيرة دي لو بالجرامات اعمليها على الميزان تطلع لك 10 جرام بالظبط، يعني 200 ملي مية، اللي هو كوباية مية على لبن زي ما وريتكم. هتحطي 3/4 الكوباية مية والربع لبن، وبعدين هتجيبي البولة أو الدرق وهتحطي فيه معلقتين سكر عادي مش بودرة، ومعلقة خميرة كبيرة يعني 10 جرام، وهتدوبيهم وهتغطيها وتسيبها لما تخمر. هنزل بيهم بقى على العجين وهبدأ، بصي مش هتعجني بقى خالص، شوفوا أنا بلم ازاي، بحاول ألم، وما ينفعش تعجني علشان الكحك ما يبقاش في الآخر بعد ما يستوي يبقى مشدد معاكي. وكل دي حاجات مهمة، نقط مهمة جدا لازم تعمليها علشان الكحك بتاعك يطلع ناجح.
بصي بقى بعد ما تلاقي العجينة هتبدأ تلم معاكي كده، هتلاقي بقت كل قطعة في ناحية، وهتلاقيها تحس ان هو نشف معاكي. برضو ما تقلقيش من النقطة دي، هو بيعمل كده. كملي لم في العجين، لمي تاني ولمي ولمي لغاية ما هتلاقيها نعبت معاكي. هوريكي دلوقتي شكلها هيكون ازاي. يعني ما تضيفيش لا سمنة ولا مية، هي نفس المكونات اللي قلتها لك دي مظبوطة جدا، امشي عليها بالظبط. بس زي ما بقولك، بعد ما تحطي الخميرة اللي هي بالمية واللبن، وهتلاقي العجينة شددت معاكي بقى، وتحسي انها فتلت وكل حتة في ناحية كده. لا كملي بقى كده، يعني كملي لم في العجين لغاية ما هتلم المية. كملي بقى لم فيها تاني لغاية ما تنعم معاكي تاني. بصي، وانا عشان مسرعة هنا الفيديو هتفتكري ان انا مثلا بعجن. هو انا مش بعجن، انا بلم العجينة. وبعد كده بصي، انا عملت كده، جبت كورة او عملتها كده، ضغطت عليها، اتلاقيتها ناعمة زي ما انت شفتيها كده. العجينة مظبوطة معايا تمام قوي كده. شايفين العجينة بقت ناعمة وجميلة ازاي؟ هغطيها بقى بكيس بلاستيك زي ما انتوا شايفين كده، يعني حوالي نص ساعة. أنا مش هسيبه يخمر خالص على ما أحضر الصواني بقى وأحضر الحاجة بتاعته. بصوا بقى، هوريكم دلوقتي كورة كده. بصوا، شايفين ناعمة؟ بصوا ما فيهاش أي تشققات خالص. لو لقيتي فيها تشققات، ابدأي لمي تاني في العجين، اقعدي بسي فيه تاني كده حتى بعد ما حطيتي مية الخميرة لغاية ما هتلاقيها نعمت معاكي كده. اوعي تضيفي أي حاجة خالص، لا مية ولا سمنة ولا أي حاجة. انتي اعملي زي ما أنا بقولك كده وهتطلع معاكي مظبوطة. حضرت السجان ومش هدهنها اي حاجة. طبعا الكحك فيه السمنة، مش هتكوني محتاجة ومش هيلزق في الصواني خالص، ما تقلقيش. ويكون يفضل كمان انها تكون ألومنيوم، بتكون جميلة جدا في تسوية الكعك واي حلويات او البسكوت او اي كلام من ده. بيكون حلو قوي خامة الألومنيوم في تسوية الحاجات دي. هجيب بقى كده كورة كورة، ويا ريت تكون كلها وزن واحد. بس انا بقى مش هجيب كل قطعة واوزنها على الميزان. انا عندي معلقة باخد بيها العجين وبخليها كده، بمسحها كده من فوق كأنها مقدار، وبخلي كل الكور قد المعلقة دي. وببدأ بقى دلوقتي هبدأ بحشوة العجمية. هجيب قطعة العجينة، بصوا دي المعلقة اللي انا بعمل بها المقدار، علشان يبقوا كلهم قد بعض وياخدوا تسوية واحدة، ما فيش واحدة تبقى مستوية وواحدة تبقى نية. بعملها زي الطبق كده. واهم حاجة تخانة العجينة من الجوانب كلها تبقى قد بعض، علشان لما احط العجمية الحشوة دي ما تطلعش بره. بصوا بقفل عليها كده وبروح عاملاها كرة تاني بالشكل ده. هخليهم بقى كلهم في الصينية. بس اهم حاجة تكون ايدك سريعة، علشان اللي انت عملتيه في الاول ما ينشفش منك. او لو انت هتكوني يعني مثلا هتاخدي وقت من واحدة للتانية، يبقى يفضل ان انت تعملي بالبصمة واحدة واحدة. لكن لو مش هتاخدي وقت وتعمليها بسرعة، تعملي كده اسهل كله، وبعد كده تبدأي تعملي بالبصمة. هعمل لكم واحدة تانية زي ما انتوا شايفين كده، بعملها زي الطبق، بفردها زي الطبق، وبعد كده بحط حشوة العجمية، علشان كده بيكون بيسهل عليكي لما بتعملي كور العجمية وبتسيبيها. تقدري بقى تعملي ملبن أو تحشي عجوة زي ما تحبي. أنا عملت جزء بالعجمية وجزء سادة. العجوة بتتعمل إزاي؟ بتجيبي نص كيلو وبتحط عليه معلقتين زبدة كبار، وتحطي نص معلقة قرفة، وتقعدي بقى تعملي فيها بإيدك، تعجني فيها لغاية ما هتلاقيها بقت لينة معاكي. والملبن كذلك، بس بحط زبدة بس، ما بحطش قرفة. ولو حابة بقى تحطي سمسم على العجوة أو الملبن تقدري تعملي كده. وكل ما باخد وحاجة كمان مهمة، كل ما تيجي تاخدي قطعة من العجين بتغطيها بالكيس عشان ما تنشفش. باخد قطعة وبغطيها، باخد قطعة وبغطيها عشان ما ينشفش منك العجين ويطلع في الآخر مظبوط. وبعد ما هخلص كل صاج هعمله بالبصامة. طبعا كلنا عارفين البصامة بالشكل ده. ولما بتدوسي عليها بالبصامة هي بتتفرد وكمان بتاخد شكل في نفس الوقت. هدخلها بقى الفرن هكون مسخناه قبلها ب10 دقايق. هدخلها على فرن سخن، الرف اللي فوق الأوسط. المحشي هدخله على درجة حرارة 220، وبعدين هولع عليه شوية ياخد لون خفيف جدا. ما تدوش اللون الذهبي عشان ما يتحرقش او يكون طعمه معاكي محمص، مش هيبقى حلو. خليه ياخد لون ذهبي فاتح جدا خفيف قوي. اهم حاجة عندي ان هو ياخد لون من تحت. واللي مش محشي هعمله بالمنقاش وهدخله كذلك برضو على الرف اللي فوق الوسطاني. هدخله على درجة حرارة 180
لما ياخد لون من تحت هفتح عليه الشواية اديله اللون خفيف جدا خالص، اللي هو اللون الذهبي الفاتح جدا. وزي ما احنا شايفين طلع اخد اللون الذهبي الجميل من تحت واللون الذهبي الفاتح جدا من فوق، بس هنا التصوير جايبه غامق شوية، وكمان دايب خالص الكعك ومتماسكة في نفس الوقت، يعني الكعكة متماسكة وكمان دايبة. بعد ما يبرد خالص بقى هستنى ما يبرد جدا، وبعد كده هحط عليه السكر. ما ينفعش احط عليه السكر وهو سخن عشان كده هبوظ الدنيا جدا. ولو حابه تهدي حد تقدري بقى تعملي علبه شيك كده زي اللي انت شايفاها دي وتقدميها، هيبقى ولا كانك جايباه من افخم المحلات. وعايزاكي لو ما تجربيه ترجعي تقولي لي تاني في الكومنتات رايك ايه فيه. متنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب لسفرة ايدي. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.